فضيلة الدكتور حازم شومان. بمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم. كل عام وانتم بخير. لماذا محمد؟ لماذا؟ عايز لسانك ما يبطلش معايا كلمة عليه الصلاة والسلام. كان أطيب واحد مش على وجه الأرض، أحكم واحد مش على وجه الأرض، أطهر قلب مش على وجه الأرض، أكتر واحد عبد ربنا على وجه الأرض، أرحم إنسان مش على وجه الأرض. لماذا محمد؟ الطريق الوحيد للجنة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. يا جنة يا نار، يعني سلسلة السيرة اللي احنا فيها دي يا جنة يا نار. أي طريق هتحاولي توصلي لربنا منه إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام مرفوض. مش هنتكلم عن أكتر واحد ربنا حبه في الكون. إذا كان فروع الشجرة كلها ده، أمال ساق الشجرة تبقى إيه؟ كم واحد نجا من النار بسبب؟ كم واحد دخل الجنة بسبب؟ كم واحد وصل لربنا بسبب؟ دي سيرة أينشتاين ولا مخترع ولا مؤسس دولة؟ دي سيرة حبيب الله محمد. لماذا محمد؟ لماذا محمد؟ السلسلة دي هدفها اعتذار لرسول الله. ليه هو اللي كل العالم مسلمين وكفار اجمعوا انه اعظم شخصية في العالم. ابن مسعود بيقول ان الله نظر الى قلوب الخلق جميعا فوجد اطهرها قلب محمد. ليه يا جماعة؟ هو احب حبيب لقلوبنا. هدف السلسلة دي كلها ان احنا نحب رسول الله. عايز اكلمك ان اكبر حب حبه مخلوق لمخلوق في الدنيا كلها هو الحب اللي الرسول حبه ليه. اللي عاش حياته يا طالع من جبل يا نازل جبل، يا مطارد يا مطرود، يا بيتحارب يا بيحارب، يا محاصر يا جائع عليه الصلاه والسلام، يا مسال. ليه؟ عشانك انت، عشان انت تطلع مسلم وعشان انت تطلع مسلمه. عن حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حاجه بتترتب. النبي في بطن امه والدنيا بتترتب عشانه، والمكان اللي هيتولد فيه بيترتب، واللي هيرضع فيه واللي هترضعه النبي بيترتب له كل شيء من رب البشر. وينزل عشان يروح الحفله ويحصل شيء عجيب جدا، يلقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم، ينام ما يصحاش غير ثاني يوم. فالنبي يستغرب. وعشان النبي عليه الصلاه والسلام يبقى معروف بالامانه وبالصدق وبالاخلاق، بشارات الانجيل بسيدنا محمد، بشارات التوراه بسيدنا محمد، البشرى بسيدنا محمد في كتب الزرادشتيين، في كتب البراهمه من الهنود، في كل الكتب، في الاصفار، في مزامير داوود. بعد السنين دهية بدأ الإسلام يتحرك، وبدأ الإسلام ينتشر، وبدأ الإسلام يبقى له واقع. وأكبر غزوة من غزوات رسول الله الليلة يا جماعة، مع أول مواجهة مسلحة مباشرة ما بين رسول الله وبين القوة العظمى الأولى في العالم. رسول الله يخرج مع الجيش، مشهد لأول مرة يحصل في التاريخ. الأمة العربية كلها خارجة ورا محمد بن عبد الله وهو رافع راية الإسلام. المشهد اللي زعماء في العصر الحديث ماتوا بالجلطة عشان حاولوا إن هم يحققوه فشلوا. إحنا نتعرض للخطر إنما الإسلام لا. اللي مش هيدافع عن دين. واخر دعوه يسمعوها من رسول الله للصحابه: آواكم الله، حفظكم الله، أيدكم الله، نصركم الله، رفعكم الله. ما عادش يملك غير الدعاء، يسيبهم لربنا سبحانه وتعالى. الرسول قبل ما يموت يقول للصحابه: بلغوا عني السلام كل من آمن بي وتبعني ولم يراني إلى يوم القيامة. الرسول بيبلغنا السلام قبل ما يموت من حنانه. عليك السلام يا حبيب الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا خير خلق الله. ويجي آخر يوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوقت ما عادش غير 3 أو 4 ساعات على ما النبي يموت، على ما السراج يتطفى، على ما البدر يتطفى، على ما الكنز يتاخد من ايدينا. لو النبي جه للأمة الليلة وبص للأمة هيتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتيجي آخر لحظات في حياة رسول الله، أكتر واحد حبك في الدنيا هيموت دلوقتي، ولكن أسأل الله الرفيق الأعلى. خلاص يا عائشة أنا ما عدتش عايز أعيش في الدنيا، أنا عايز أروح لربنا بقى، أنا اشتقت لربنا قوي. كانت روح الحبيب تجول، كانت روحه تغرغر في صدره وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات الحبيب. يموت اللي الحصى سبح في ايديه، ومات الحبيب. اللي الجزع كان هيفضل يبكي اليوم القيامة لولا النبي حضنه. ومات الحبيب. واحنا مين يحضننا يا رسول الله؟ الجزع من فراقك فضل يبكي اليوم القيامة لولا انت حضنته. المغيرة يبص لعمر ويقول له: يا عمر لقد مات رسول الله. يبدأ المسجد النبوي ملا بالناس: صرت حيا وميتا يا رسول الله، بأبي انت وامي. يا ايها الناس، من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.
هم وغم حسرة وتوجع في دارنا ومصائب تتجمع. هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سيرجع. ما لي أرى هذه الوجوه حزينة، ما لي أراها بالسواد تلفع، ما للعيون بدمعها رقراقة، ما للقلوب بأصلها تتقطع. مات الجواد من الخليقة، لم يعد يجدي الكلام ولا النياحة تنفع. قالوا ترحل في الصباح حبيبنا، فقدت بلابلنا هنا لا تسمع. رباه ألهمنا استبهارا إننا بعد الفراق بحبنا نتفجع.